الفنانة ليلى الجزائرية محبوبة فريد الأطرش. ليلى الجزائرية فنانة وراقصة جزائرية، ولدت في مدينة وهران سنة 1927. سافرت إلى فرنسا للعمل في صالات العاصمة الفرنسية باريس. اكتشفها وقتها الفنان الكبير الموسيقار فريد الأطرش، وحاول تقديمها كبديل عن سامية جمال. بعد خلافه مع الفنانة سامية جمال قدمت معاه 3 أفلام. بدايتها كان فيلم ما تقولش لحد بالاشتراك مع الفنانة نور الهدى، ثم فيلم عايزة اتجوز، وتلاه فيلم لحن حبي. ثم عادت الفنانة الراقصة ليلى الجزائرية إلى باريس مرة أخرى، وشاركت في عدة أفلام فرنسية وبريطانية. التقت بالصدفة البحتة مع لاعب الكرة المرحوم عبد الرحمن بالمحجوب، من هنا بدأت قصة حبها معه، وكللت قصة حبهم بالزواج. وبعد الزواج تفرغت لحياتها ولحبها لزوجها عبد الرحمن بالمحجوب، تفرغت لبيتها ولجوزها وعاشت معاه تألقه الكروي، مقتنية مطعم في باريس. وقد ظهرت مؤخرا في تكريم لها بدولة الجزائر بعد تجاوزها عمر 93 عام. بعدما تغير شكلها رسمت السنين والأعوام خطوط تقدم العمر على وجهها، وظهرت أيضا مؤخرا وهي ترقص في أحد الملاهي في باريس، ومرة أخرى ترقص بعد أن تجاوز عمرها 97 عام. ليرى المشاهد المصري والعربي والجزائري كيف تخطت ليلى الجزائرية سن 97 بطلة أفلام الموسيقار الكبير فريد الأطرش، ربنا يرحمه ويتغمده بكامل الرحمة.